السلام عليكم هوانم بشوات مصر المحروسة زمان. فيديو اليوم عن الأميرة عين الحياة رفعت زوجة السلطان حسين كامل. الأميرة عين الحياة هانم رفعت تبقى ابنة الأمير أحمد رفعت باشا، ابن الوالي إبراهيم باشا، ابن الوالي محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة والأسرة العلوية، وتبقى الزوجة الأولى للسلطان حسين كامل اللي حكم مصر في فترة 1914 لحد وفاته سنة 1917. ولدت الأميرة عين الحياة في 5 أكتوبر سنة 1858. والدتها دلبر جيهان قادن هانم، واتجوزت ابن عمها الأمير حسين كامل في 15 يناير سنة 1873، واستمر جوازهم 12 سنة. بعد كده تم الطلاق، وخلفت منه 4 أبناء: الأمير كمال الدين حسين، والأميرة كاظمة، والأميرة كاملة، والأمير أحمد كاظم، كلهم بتبدأ أساميهم بحرف الكاف. الأميرة عين الحياة كان ليها قصر أثري بناهولها زوجها السلطان حسين كامل. القصر مكانه في قرية من قرى ريف محافظة البحيرة اسمها صفت خالد، مركز إيتاي البارود. القرية دي كان فيها خاصة ملكية، يعني ناس مقتدرين كتير من ذوي الأملاك. القصر اتبنى كاستراحة ريفية ملكية، كانوا يقعدوا فيه في فصل الربيع عشان جفاف الطقس في المنطقة دي. كان جو القصر حلو وهادي في الصيف، وبرضه عشان تتابع منه الأميرة أطيانها وأراضيها اللي ورثتها من والدها. كان عندها مئات الأفدنة، وكانت تروي من ترعة خاصة بتترفع عليها المية من مجرى في ترعة ساحل مرقص اللي بتصب في ترعة المحمودية. الأميرة عين الحياة كانت غنية ومقتدرة وورثها كان كبير جدا. وتوفت الأميرة عين الحياة في باريس في أغسطس 12 أغسطس سنة 1910، وكان عمرها 51 سنة. واتدفنت في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. وخلصت حكايتنا.